الخير على قدوم الوردين، ده مثل بيتقال في مصر منتشر بشكل كبير، وبيتقال يحمل في طياته معنيين. يعني بيحمل ممكن يتريق عليك لما تحصل مثلا حد يجي كده وتلاقي الكهرباء قطعت، ولا تلاقي حد من العيال اتعور، ولا حصلت مصيبه في البيت، ولا الانبوبه حتى خلصت، ولا الفلوس خلصت، وتقول الخير على قدوم الوردين. يعني ممكن بيكون على سبيل السخريه، على سبيل التريقه، وممكن فعلا فيه ناس بتيجي وبيجي الخير معاها. لكن احنا بنتكلم عن النهارده عن الناس اللي بتيجي وبيجي بعد عنكم الفقر معاها، الناس اللي بتيجي اللي هي بتكون سبب في عفان الحال. اكيد حضراتكم مر عليكم الموقف ده، حد جه عندكم البيت وفجأة الدنيا اتغيرت، فجأة ممكن الخلاط بتاعك يبوظ، ممكن الكهرباء تتقطع، ممكن عيل يقع عندك في البيت يتعور. في ناس كده سبحان الله بتيجي وبيجي معاها مش الخير ابدا، بيجي معاها حاجات متعبة، حاجات بتوقف حال الناس. ولذلك بيتقال مثل الخير على قدوم الوردين على سبيل التريقة وسبيل السخرية. في سنة 1963 حضراتكم وعلى مسرح الريحاني حدث ولا حرج، عادل خيري والفنانة الكبيرة ماري منيب رحمهم الله في مسرحية إلا خمسة. طبعا حضراتكم كلكم شاهدتوا اللي انت المقطع او الجزئية في المسرحية لما بتقول له انت جاية شغلي ايه، ده طبعا كلنا شاهدناه وكلنا شفناه. لكن هناخد من مسرحية إلا خمسة اللي اتعرضت سنة 1963 حضراتكم، لما ادت ادم الفنجان وقالت له اقرا الفنجان شوف فيه ايه، فبيقول لها رجل جديد في البيت يقطع الخميره وينشف الزيت. فيه ناس كده سبحان الله تيجي عندك تلاقي الفقر والبعد عنكم يعني حاجه صعبه، اصبحت الحياه صعبه. فيه ناس تنزع البركه، فيه ناس تيجي. وعلى فكره حضراتكم مش على مستوى البيوت، ممكن حتى على مستوى الشعوب، ممكن حضراتكم فيه ناس بتيجي بتتولى منصب وتلاقي العملية صعبة، تلاقي العملية أصبحت فيها صعوبة. فالخير على قدوم الوردين حضراتكم ده مثل بيتقال على سبيل السخرية. وزي ما قال عمنا آدم لماري منيب فيه رجل جديد تقطع الخميرة وتنشف الزيت. وفيه مثل فكرتوني حضراتكم، فيه مثل تاني بيتقال وشه يقطع الخميرة من البيت. يعني الخميرة حضراتكم اللي ما يعرفش مرتبطة بالخبز، الخميرة بتضاف للطحين والدقيق والماء عشان يتعمل منها الخبز. معنى ما فيش خميرة معنى حضراتكم ما فيش خبز، يعني ما فيش أكل. وشه يقطع الخميرة من البيت ده مثل بيتقال على الناس اللي بتيجي على الناس وبتخلي حالتها صعبة، بتخلي حالتها تصعب على الكافر. ممكن بلد أو ممكن بيت أو ممكن أسرة أو ممكن شعوب كاملة تبقى حياتها مستقرة، حياتها كويسة والخير مليها، ويجي حد عليها وشه يقطع الخميرة من البيت. فساعتها نقول الخير على قدوم الوردين. ارتبط مثل الخير على قدوم الوردين على سبيل السخرية، على ان الراجل ده اللي جه مفيش حواليه خير ابدا. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.